هل بغداد بنجاح صفقة ناجحة للأهلي في يناير؟ وهل الصفقة تمت فعلا ولا لأ؟ اعمل كوباية شاي وتعالى لي يا حبيبي أمتعك وأعرفك كل حاجة عن بغداد وآخر أخبار الصفقة. بغداد بنجاح صاحب ال33 عام، وهنا يجي القلق عند كل جمهور الأهلي والخوف من تكرار تجربة موديست من جديد. ولكن عزيزي الأهلاوي أحب أقول لك إن الفرق كبير أوي أوي بين بغداد وأي مهاجم تاني في نفس عمره. تعال الأول أقول لك شوية أرقام كده تفهمك كواليتي المهاجم ده عامل إزاي. بغداد الموسم دوت لعب مع الشمال القطري 11 ماتش، 11 ماتش عمل فيهم إيه؟ حط 11 جون وصنع 6، يعني في 11 ماتش عمل 17 مساهمة. عايزك تتخيل المهاجم السفاح اللي عمل 17 مساهمة ده في 11 ماتش هو كمان المهاجم الأساسي لمنتخب الجزائر لحد دلوقتي، ولعب في التصفيات 5 ماتشات، 3 بس بشكل أساسي، ومسجل في ال5 ماتشات دول هدفين في 3 بس بشكل أساسي. كواليتي بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد بيحب الكورة مرعب. بغداد مهاجم مواليد منطقة الجزاء، مهاجم شامل حرفيا، قوي بدنيا وهداف، بيمينه ماشي بشماله ماشي بدماغه ماشي، مميز وبيسجل بكل أجزاء جسده. براسه ماشي، برجله ماشي، بايده ماشي. هل هي صفقة مفيدة؟ بكل تأكيد هي هتبقى من أهم صفقات الأهلي في يناير، والأهلي بحاجة ماسة لمهاجم تاني بجوار وسام، 2 مهاجمين سفاحين، لا قدر الله في حالة إصابة أحدهم هيبقى عندك بديل يقدر يعوض ويبقى بنفس الكفاءة والكواليتي، غير المنافسة اللي هترفع من كفاءة وسام وبغداد مع بعض. تعالى بقى نحلل مع بعض كام جول كده لبغداد هيفهمك كل الهري اللي أنا هريته فوق معاك دوت، هيفهمك إن بغداد فعلا مهاجم مش طبيعي ومش عادي وكواليتي عالمي هينفع الأهلي في كأس العالم. وده أول هدف معانا لبغداد وسط 2 مدافعين، وقدرته على الاحتفاظ بالكورة بالمهارة والقوة والفينش بيمينه بقوة بقرار حاسم من غير تفكير مرتين. تاني هدف معانا وهدف صعب جدا ومن زاوية شبه مستحيلة وميتة ومقفول عليه من 2 مدافعين غير حارس المرمى. شوف التمويهة اللي قدر يعملها لل2 مدافعين، ثم التسديد من زاوية صعبة جدا في البعيدة لا تصد ولا ترد. كواليتي مجنون وعظيم. المهاجم قرار، وهنا هيأكد لك ان بغداد مهاجم عالمي وصاحب قرار قوي. شوف هنا خد قرار في كسر من الثانية من لمسة واحدة بمنتهى الدقة وسط 4 مدافعين وحارس مرمى، وهدف عالمي جديد لبغداد. والهدف ده بقى احب اهديه لمحمود عبد المنعم كهربا واوريه اللوب بيتلعب ازاي من مره واحده في الشبكه مش في جسم حارس المرمى. وهنا فرق الكواليتي اللي اتكلمت عليه كتير جدا ولسه باحكي فيه لحد دلوقتي. هنا بقى عايزك تستمتع بالمهارة البيور والكوبري الرايق اللي بيلبسه للمدافع والفينش الرهيب اللب برضه يا كهربا، واخد بالك بنفس الطريقة ونفس الكواليتي المرعب. هنا بقى واخر جول معانا، لاني لو فضلت اعرض اهدافه من هنا للصبح مش هنخلص، وتسديده من بره ال18 بقوه وبيفكرني بتسديدات دروجبا الرهيبه من بره ال18. مهاجم هيبقى مرعب ومهم في كاس العالم للانديه، وصفقه مربوحه ان شاء الله لو خلصت على خير. خلاص خلاص ما تخافش ما تخافش، ده اخر ظهور ليا في الفيديو هو اللقطه ديت. بغداد بنجاح الصفقه وصلت لحد فين لحد دلوقتي؟ صفقه بغداد تقريبا مع الاهلي شبه خلصانه، العلاقات كويسه جدا بين الخطيب كابتن بيبو وبين مسؤولين الشمال القطري، والصفقه خلصانه لمده 6 شهور اعاره. طبعا الشمال متمسك بيه لانه مهاجم بالنسبه لهم مش طبيعي، مهاجم رهيب، مهاجم مسجل لهم او عامل لهم 17 مساهمه تهديفيه في 11 ماتش، فمهاجم مش عادي ومش سهل ان هم يفرطوا فيه. ولكن هم عايزين يساعدوا الاهلي ويساعدوا كابتن الخطيب في انهم يدوا بغداد بنجاح للاهلي يلعب معاهم كاس العالم للانديه. ولكن كولر مش عايزه في كاس العالم بس، كولر عايزه من بدايه يناير عشان يبدا يتاقلم مع الفرقه والاجواء ويبدا يدخل في الفرقه بشكل كويس. بس ان شاء الله الصفقه تتم على خير وكل حاجه خلصانه، وباذن الله بغداد بنجاح. اهلاوي اهلاوي اهلاوي. لو عجبك الفيديو وشايف ان بغداد هيبقى مهاجم قوي جدا في النادي الاهلي، اعمل شير ولايك في كل حته وفي كل مكان، وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب. وبس كده، سلام.